انا حاسه بيكي قوي وسامعاكي بتقولي انا متوتره قوي ومش عارفه انام خالص. تسمحي لي اقول لك كلمه صغيره من قلبي كأم؟ انا عملت اللي عليا. انا واثقه ان شاء الله باذن الله ان ربنا هيكرمني، وان شاء الله ربنا هيعوض كل الصبر والتعب والشهور اللي انا تعبتها دي خير باذن الله. ابنائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، لكل ام ولكل اب الفيديو ده مهم جدا لليله الامتحان. بصوا يا أبطال، إحنا رايحين على المعركة اللي إحنا بقالنا بنحضر ليها بقالنا شهور كتيرة جدا. عايزين نكون مستعدين تمام وقت المعركة نفسها. ليلة الامتحان مش وقت فزلكة خالص، اللي إحنا متعودين نعمله دايما هنعمله. دايما لما يجيلك سؤال أنت عارف إجابته ما تفكرش تجود كتير. أنت الإجابة اللي أنت عارفها هي دي اللي حلها، مش هنتفزلك خالص. الإجابة اللي أنت عارفها هنحلها على طول. بص يا بطلة، بص يا بطل، انا حاسه بيك قوي. انا سامعاكي كويس جدا بتقولي ان انا مش عارفه انام، انا متوتره جدا ومش عارفه انام خالص. لكن اسمحي لي ان انا اقول لك كلمه صغيره من قلبي ليكي كأم. ما تقلقيش، علشان القلق مش بس بيأثر على النفسيه، لا كمان بيأثر على الذاكره. لما بتكوني متوتره المخ ما بيعرفش ان هو يثبت المعلومه اللي عنده، لكن مع الهدوء وعشاء خفيف ونوم كويس، وهننام بدري ليله الامتحان. ما ينفعش ابدا ان احنا نواصل الليل بالنهار كده وان احنا نطبق او نكون نايمين متاخر جدا ليله الامتحان. لازم ننام في وقت معقول، اقصى حاجه الساعه 12 واحده بالكتير قوي لازم نكون نايمين، علشان الامتحان تاني يوم عندنا الساعه 9. يعني احنا ممكن هنخرج من بيتنا على الساعه 7 عقبال ما نوصل اللجنه، 7 ونص بالكتير قوي هننزل من بيتنا عقبال ما نوصل اللجنه، وفي ناس ممكن ينزلوا افضل من كده شويه كمان. فعايزين نكون نايمين مده كفايه علشان مخنا يستريح، وباذن الله هتفتكري كل اللي انت ذاكرتيه، وكل المعلومات اللي عندك في دماغك اللي انت حاسه ان انت مش فاكراها دلوقتي هتطلع في الوقت المناسب مع الهدوء، وهتطلع باذن الله. وانت بتقري السؤال هتلاقي كل اللي انت ذاكرتيه قبل كده وبذلتي فيه مجهود كبير جدا، هتلاقي كل حاجه ربنا يرجعها لك باذن الله عند الطلب. طيب البنات اللي هم ما بياكلوش كتير وبيجي لهم سدة نفس وقت الامتحانات ومن القلق ومن التوتر، لا يا حبيبتي، لازم ان انت تتعشي عشاء مناسب وعشاء خفيف. هو ممكن يكون عباره عن ايه؟ ممكن يكون عباره عن مثلا نص رغيف عيش بلدي، او توست، او رغيف ومعاه بيضه مسلوقه او بيضتين وخياره وكوبايه لبن دافيه. بلاش الحاجات الساقعه خالص دلوقتي، علشان الحاجات الساقعه دي بتقلل المناعه في الوقت اللي احنا فيه، واحنا سلاحنا الاول في الفتره اللي احنا فيها دي المناعه. عايزين المناعه بتاعتنا تكون قويه جدا. العشاء ده هيهديكي ويساعد ان المخ يشتغل بكفاءه، وان انت ان شاء الله تنامي بجوده نوم كويسه وتنامي في وقت كويس. ما تسيبيش نفسك متوتره، ما تسيبيش نفسك جعانه. نامي وانت مطمنه وفخوره بنفسك، المجهود العظيم اللي انت بذلتيه طول الشهور اللي فاتت دي. اصحي الصبح هاديه، هتروحي ان شاء الله باذن الله اللجنه هاديه، وهتفتكري كل حاجه باذن الله. قلبي معاكي وربنا معاكي يا حبيبتي باذن الله. انت بطله قويه، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. وربنا يا رب يكلل كل حد تعب بالنجاح والتوفيق يا رب، ويراضي كل اب وام تعبوا مع ابنائهم يا رب ان شاء الله. تصبحي على خير يا بطله.